لو انت عملت التخاطر معاه فتحصل لك حاجه من الاربع حاجات دي. يا اما هيخش يكلمك فعلا وانت نفسك هتتصدم ان هو ازاي قعد الفتره دي كلها وجاي يكلمك لما عملت التخاطر، او انك هتحلم بيه بس من غير ما يكلمك. هتشوف احلام متكرره ليه على فترات متباعده ان هو بيقول لك حاجه بس لسه ما كلمكش، او انه لا حلمت بيه ولا كلمك لحد دلوقتي ويبقى الوضع كما هو عليه، او تحصل نتيجه عكسيه وتلاقي الشخص ده بعد اكتر وما كانش عامل بلوك يعمل بلوك، ودي اضعف الاحتمالات الموجوده ما بينهم. وعلشان اكون صريح معاكم عايز اقول لكم على حاجه. شروط نجاح التخاطر: اول شرط ان الشخص ده يكون انت تعرفه وهو كمان يعرفك، وتكون في ما بينكم مشاعر حتى لو كانت مشاعر صغيره ملهاش علاقه العلاقه انتهت بقالها قد ايه. المهم تكون كان في مشاعر ما بينكم، حيث ان التخاطر معتمد بشكل كلي على تنشيط الخط الاسيري بينك وبينه او المشاعر اللي كانت بينك وبين الشخص ده، فمن خلاله بتتم عمليه التخاطر ومن خلاله بتقدر توصل له الافكار والمشاعر اللي انت عايز توصلها له. تمام. والتالت شرط مهم جدا برضو ان انت تكون واثق ومتاكد ان التخاطر هينجح، لان انت لو شاكك او بتقول يمكن ينجح ويمكن لا، ما تتعبش نفسك، مش هينجح. تمام. وبرده رابع شرط ان انت تكون حاسس بمشاعر ايجابيه، ما تخليش المشاعر السلبيه تخش لك. وفي نقطه مهمه، ممكن حد في مرحله استحضار الشعور اللي بتبقى في التخاطر يفكر بمشاعر الايجابيه بس تجيله حته سلبيه اللي هو انا ليه بفتكر، انا بتاثر، هو اكيد مش حاسس بالمشاعر دي، انا ليه بوجع قلبي، انا ليه كذا كذا. لا، حاول تخلي المشاعر بتاعتك ايجابيه، ان انت بتفتكر بس بترجع بعد التخاطر تمارس حياتك الطبيعيه بالشكل المعتاد. خامس حاجه ودي مهمه جدا برضو، ان انت ما بتعملش التخاطر وانت متعلق جامد جدا، لان التعلق والاحتياج الشديد جدا اثناء التخاطر هو ده اللي بيعمل نتيجه عكسيه. ان انت بتبعت فريكوانسيز محمله بطاقه الاحتياج فتوصل للشخص التاني بطريقه عكسيه، فيلاقي نفسه ان هو مطمن اكتر وما بقاش مستقبل وجودك، او لو هو عايز يرجع بيأجل فكره الرجوع او بيلغيها تماما. فنحس بالرغبه ما نحسش بالاحتياج. اتمنى اكون عرفت اوصل لكم الموضوع بطريقه صحيحه. جربوا تاني وتالت ورابع بس على فترات متباعده، وما تخلوش التخاطر ده اهم شيء بالنسبه لكم. لا، مارسوا حياتكم الطبيعيه عادي واعملوا موف اون وكملوا وفكوا التعلق. هتلاقوا فيديوهات كتيره جدا عن تمارين فك التعلق، وان شاء الله جلسات فك التعلق وجلسات التخاطر كلها على اليوتيوب. خشوا ودعموني عليه هتتبسطوا جدا. سيب رايك في الكومنت وان شاء الله هرد عليه. بحبكم قوي.